وكالعادة ايها السادة غليت اللبن ومش راضيين يشربوه. اسكت انا؟ لا ما اسكتش، عملت لهم شفشق بحاله بحق كوبايه كمان من اللي بتيجي من بره، واصح واحسن 1000 مره. ليه بقى؟ عشان احنا عارفين هي معموله ازاي. تعالوا يلا نشوف الفيديو بتاعنا معمول ازاي. هتقومي تعمليها حالا اهو، ساعه ما تشوفي طريقتها وسهولتها وجمالها هتقومي تعمليها حالا اهو. هاتي بقى اللبن اللي انت غلتيه وعيالك مش عاوزين يشربوه في التلاجة ده، وتعالى اقولك هتعملي بقى ايه. هتجيبيه وهتجيبي معاكي كيس بقى اي نوع فاكهه انت بتحبيها، اي نوع فاكهه انت بتحبيه. مثلا فراوله، مانجا، او عيالك يعني بيحبوه، كيوي، كانتالوب، اي حاجه اي حاجه. نعمل سموزي بيها يكون زي الفل، تقدري تفتكسي بيه زي ما انت عاوزه. اللبن بتاعي مغلي زي ما انت شايفاه، وكان محطوط من قبلها بيوم في التلاجة، فعمل وش كده بسيط. اللبن يعني هو اصلا نوعية اللبن ما كانتش دسمة او يعني احسن حاجة يعني. ساعات بجيب لبن من منطقة تانية بيكون احلى من كده. طبعا تقدري تعملي اللبن ده بلبن معلب اي حاجة بقى. حطي بقى حطيت 3 بولات من اللبن، يعني حوالي كيلو الا ربع من اللبن، وحطيت 3 بولات كده من الايس كريم فراولة على فانيليا، طبعا الطعم اللي بتحبيه. وحطيت الفراولة اللي كانت عندي ومعلقتين 2 من الكريم شانتيه، وغطيه عشان وانتي بتشغليها يقوم جاي مطرطش زي ما هيعمل معايا دلوقتي زي الفل كده. حطي، تقدري تزودي سكر حتى لو حاجه بسيطه بس كده تخلي له طعم، تقدري تشربيه كده ويبقى افضل واحسن وصحي كمان اكتر واحسن كمان. في حاجه بقى تقدري تعمليها او ما تقدريش، يعني دلوقتي انا حطيت اللبن والايس كريم والفراوله والكريم شانتيه، تقدري تستغني عن الكريم شانتيه عادي جدا، تقدري تستغني عن الايس كريم، بس هو بصراحه بيديله طعم جميل يعني. تمام. تقدري تستغني عن السكر ده حسب رغبتك انت بقى. في خطوه بقى دلوقتي انا هعملها تقدري تستغني عنها برضو. عندي لون جل او لون طعام جل احمر، حطيت كده نقطتين 2 بالظبط، يعني حاجه كده مش خليته اوفر ولا خليته، لا خليته بس يا دوبك كده لونه يبقى زي بتاع الكافيهات اللي بيجي من بره. البتاعه كانت معصلجه كده مش راضيه تفتح، فعملتها بخليط اسنان وعملت بصوا نقطه بس، مش حطيت تاني، لا حطيت اهو، بس هي اصلا كانت بتنزل بالضالين يعني. المهم جيت بقى حطيت الكام نقطه اللي انتوا شايفينهم دول، عاوزين حطوها، مش عاوزين تحطوها تقدري تستغنى عنها. طبعا عشان الفرحه بتاعت ولادي تكمل يعني، قمت جايبه لهم كاسات من النيش، وطبعا ده في المعجزات يعني، بس عادي كله يهون عشان هم يبقوا مبسوطين، وفعلا والله كانوا مبسوطين جدا يعني. الكاسات دي من عندي من النيش، وتقدري تجيبي بقى شويه صوص من اللي هو صوص الفراوله ده اللي بيكون جاي جاهز. ما كان عندي جيل تلميع اللي هو الفراوله برضو عملت بيه اي صوص بتحبيه. تقدري طبعا مش لازم من فراوله، اللي يريحك. زيني بقى بشوكولاته، ما تزينيش خالص، هو اصلا مش مستاهل تزيين يعني. تقدري تزيني باكتر من طريقه. دي طريقه تحطي خطوط كده في قلب الكاس من جوه من الجوانب، بتصبي عليه بقى العصير بعد كده وبتاع. تقدري على فكره تزودي على العصير تلج، بس التلج بيخليه خفيف جدا، بحس ان هو بيمرقه كده، انما ده كده عصير بخير، متعملوش الا لحبايبك بس، ما تقولش لعدوك عليه زي ما بيقول. المهم اهو زيني بقى الكوبايه بالشكل اللي تحبيه والطريقه اللي تحبيها. الكوبايه دي بقى انا هقوم جايه عايزاها في العصير بتاعي كده زي ما انتم شايفين، واقوم جايه في فارماسيلا، سكر ملون، صوص اي شوكولاته، شوكولات شيبس، حتى اي حاجه بقى. دي كده طريقتين 2 من التزيين، وكنت عملت معاكم قبل كده طريقه تزيين في سموزي المانجا برضو كانت جميله جدا يعني. اهو ده منظر كده لكوبايات الكاسات بتاعتي. بصوا بقى العصير معايا تقيل وعامل ازاي، تقدري تخفيه عن كده بصراحة، بس انا حبيته يبقى كده عشان خاطر ان هو يغذي عيالي، يعني يبقى فيه غذاء، يعني مش بعمل عصير وخلاص، لا عشان يبقى فيه غذاء. تقدري بقى تعملي كريم شانتيه وتحطها عليه على الوش من فوق، ده بقى دي تكملة الجمال بقى. بس بصراحة هو كده خفيف ولذيذ وسهل ومش مكلف، يعني معلقتين كريم شانتيه مش هيكلفوك. تقدري تجيبي الكيس ب7 جنيه، تعمليه على كام واحدة، على كام مرة، وهيطلع معاكي نتيجة زي الفل. وتقدري بقى بصراحة اللي انا عملته ده منفعش لانه سقط تحت خالص. تقدري بقى تعملي كده لو انت حاطه كريم شانتيه على الوش. تمام. لحد كده الفيديو بتاعي خلص، اتمنى اكونوا استفدتوا اي حاجه ولو كانت بسيطه. ده منظر الكاسات بتاعتي، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وقولوا لي ايه رايكم في السموزي بتاعي ده. دي شويه فارماسيلا كده حطيتهم على الوش كده، يعني من منظر، يعني من باب
الجمال مش اكتر من كده. وما تنسيش تغسلي الكاسات وتعينها على طول. ها، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.